نختم هذا اللقاء بسؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بنون ألف ها من الرياض، تقول: هل يجوز للإنسان أن يحشي أسنانه أو يقلع منها شيئا في نهار رمضان؟ وهل يجوز أن يستخدم الحقن؟ أرجو بهذا إفادة. نعم، يجوز للإنسان الصائم في رمضان وفي غيره أن يحشي أسنانه وأن يقلع منها ما يقلع، ولكن إذا ظهر دم فإنه لا يبتلع الدم، لأن الدم من غير جنس الريق، فهو مؤثر على الصائم. ونعم، الحقن، أما الحقن ففيها تفصيل، فإذا كانت الحقن من الحقن التي تغذي ويستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها مفطرة، ولا يجوز استعمالها في الصوم الواجب إلا عند الضرورة. وأما إذا كانت لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فإنها لا تفطر ولا بأس باستعمالها.